show our solidarity and support to the people of both countries during this terrible time, we kindly ask for everyone to stand to observe a minute's silence in memory of those who have lost their lives. بالنيابة عن مجتمع كرة القدم العالمي يتقدم فيفا بأحر التعازي لأسر وأصدقاء من توفوا إثر الزلازل التي حدثت في تركيا وسوريا. قلوبنا وصلواتنا مع الضحايا والمصابين في هذه الفاجعة، ومن أجل إظهار تضامننا ودعمنا لشعبي البلدين خلال هذا الوقت العصيب نطلب من الجميع الوقوف دقيقة صمت إحياء لذكرى أولئك الذين إذا أيها السيدات والسادة، بعد دقيقة الحداد نعود للحديث عن هذه المباراة بعد أن توقفنا دقيقة حداد مع كرة شحات يلعب كرة طويلة في الأمام، ثم ريال مدريد في مباراة الليلة. الكرة اللعب للريال بعد انطلاقة للريال إلى محاولة فيها سقوط، وحكم المباراة يحتسب مخالفة ركلة حرة مباشرة في هذه اللقطة. مخالفة ركلة حرة مباشرة، واصل الكرة إلى ناتشو، محاولة مبكرة لريال مدريد في منطقة الجزاء، لكن بعدها ينجح دفاع الأهلي في إنقاذ المحاولة باتجاه لوكا مودريتش، لكن بعدها معروفة مبكرا 6 عناصر الكرة اللعب إلى منطقة الجزاء. فالفيردي كان لاعب احتاجها الريال كثيرا، يعود في هذه المباراة. الكرة افريقيا في عام 2020 النهائي الذي جاء تمريرة طويلة في أقصى اليسار. التراجع من فالفيردي ريال بعدما كان خاسر بهدفين مقابل لا شيء، عاد بالثلاث اليسار إلى رودريجو، عاد رودريجو سيطر على الكرة بعدها صافرة ومخالفة ركلة حرة مباشرة يكسبها ريال مدريد الآن. أول كرة ثابتة من تونتي، الكرة لعبت لمنطقة الجزاء لكنها وسز مع الكرة يلعبها إلى رودريجو في كرة إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى ركلة ركنية، فرصة وانطلاقة رائعة جدا لرودريجو. الكرة ركنية لعبت إلى منطقة الجزاء، الكرة ثابتة طويلة بالأمام، الكرة للأهلاوية سيطرون على كرة لعبت لصالح الأهلي في الطرف اليسار، هذه خطرة، التسديدة لخارج أرضية الملعب، فاتت الفرصة على محمد شريف إلى رأس ياخذ كرة يحاول يعدي فيها، متابعة ممتازة من محمد هاني بعد روديجر. شوف وين واصلين لاعبين الريال في الدفاع، وصلوا حتى كورتا أيضا هو الآخر مقطوعة، واصل للريال إلى خارج موقعة حتى الآن يجد فيها كثير من كما فينيسيوس أو تمريرة باتجاه رودريجو، العودة الكرة للريال، المحاولة هذا لا تخطئ معه أبدا. فينيسيوس يتمكن من تسجيل هدف أول في صالح ريال مدريد، يستغل الخطأ من الدفاع في الأهلي. الريال تغيب عنه الأسماء، لكن اسم أكبر من كل الأسماء. ريال مدريد يتمكن من التسجيل، فينيسيوس بعد خطأ من الدفاع أخطأوا، ومع مين أخطأوا؟ المباراة الثاني نذكر بقائمة الفريقين بشوط المباراة الأول: شناوي، عبد المنعم متولي، هاني معلول، السورية اليو ديانج، مجدي أفشة، وحسين الشحات، ومحمد شريف، أحمد عبد القادر بالنسبة للنادي الأهلي. لكن في الريال فالفيردي يقضي على ما بقي من أمال للأهلي، يسجل الثاني للريال. رودريجو بعدما ضاعت الكرة عبر تصدي الشناوي، المتابعة رائعة من فالفيردي، أراح كارلو أنشيلوتي، أراح جماهير الريال. الريال يضع قدما لكنها مبعدة لتعود الأهلي بتسديد. الريال أيضا يكسب كل الفراعنة الموجودين على النادي الأهلي في شوط المباراة الثاني. لوكا مودريتش على مخالفة تلتها هذه المخالفة للشحات إلى قرار بركلة جزاء يعلن عنها حكم المباراة أندريس ماتونتي، ليعطي فرصة للأهلي من أجل أن يتألق في مباراة الليلة. فرصة للأهلي من أجل التألق الليلة من أمام ريال. أعطى الفرصة للأهلي ولكبرياء الأهلي للظهور من أمام ريال مدريد، من أمام الكبار، من أمام الريال كبير أفريقيا، يقلص الفارق أمام كبير القارة العجوز، كبير القارة السمراء. يريد العودة الآن ويتمكن
من البداية للعب. توني كروس يغادر ملعب المباراة. سيبايوس الذي بدأ ثم العودة من الخلف باتجاه روديجير، ثم عطاء كبير من الأهلي في مباراة الليلة أمام الريال. التغطية من دفاعات الريال عادت من جديد للأهلي من سيبايوس، ثم الكرة لمنطقة الجزاء بأنه الحكم يجب أن يصرح وصوت يسر قرار لتنفيذ الكرة الثابتة. لوكا مودريتش لم تطوى صفحات المباراة. الشناوي يتألق. الكرة للريال. الريال قلت لك بأنهم أفضل من يلعبون الدقائق الأخيرة، قلت لك هم أفضل من يلعبون الثواني الأخيرة. نعم تمكنوا من إضافة الهدف الثالث الآن عبر رودريجو الذي يحصل على فرصته في تسجيل الهدف الثالث الرائع جدا في مرمى الشناوي. نعم هم أفضل من يلعبون كرة القدم في دقائقها الأخيرة. نقلات رائعة بين عناصر الميرينجي للمشاركة في مباراة الليلة إلى جانب ريال مدريد لمنطقة الجزاء. الإبعاد من دفاع الأهلي. الفرصة خطيرة تسدد. الرابع من البديل اللي في أول لمسة. أريباسي سجل الهدف الرابع ليؤكد على أحقية الانتصار، أحقية الوصول إلى المباراة.